السلام عليكم، تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وصفة اليوم غريبة بنكهة ديال الفراولة، كتجي لذيذة بزاف ومعلكة ما تشبعوش منها. هاد الوصفة صراحة لقيتها في واحد القناة جزائرية وجربتها وعجبتني بزاف، وقلت علاش لا نتقاسمها معكم. صراحة وصفة اللي كتجي لذيذة بزاف للعيد ولا اي مناسبة عندكم. وهنا بالنسبة للمكونات عندي 2 معالق كبار ديال الزبدة، كاس لاروب ديال زيت نباتيه، نص كاس مع عمر ديال السكر كلاصي، ساشي ديال فلون ديال الفريز، معلقه صغيره ديال المذاق ديال الفريز. غادي نحتاجو هذيك 2 معالق كبار ديال الكاوكاو محمر ومطحون اولا اي نوع مكسرات بغيتو. غادي نضيفو ملون ابيض، وعندنا 300 غرام 350 غرام ديال الدقيق، ومعلقه صغيره ديال الخميره. وهنا في البول غادي ناخذ الزبده، غادي نضيف عليها السكر كلاصي، وغادي ناخذ هكا واحد الطرابيه داوي. غادي نحاول هكا نخلط ديك الزبده مزيان مع السكر كلاصي تذوب ليا ديك الزبيده مزيان وتخلط ليا مع السكر. هنايا بعد ما دابت لي ديك الزبده في وسط السكر غادي نضيف عليها هنايا كاس ديال زيت، كاس لاروب، وغادي نخلطو حتى هو مزيان مع هذيك الزبده والسكر. وهنا غادي نضيف عليهم نص معلقه صغيره ديال الملون ابيض. هذا الملون هو اللي تيطلع ليا اللون ديال الغريبه، تيعطي داك اللون هكاك غوز وكيجي داك اللوين زوين. هنا غادي نضيف عليهم الفلون ديال الفريز، وهنايا النكهه ديال الفريز هنايا عندي تقريبا معلقه صغيره ديال النكهه ديال الفريز، وغادي نخلطهم مزيان كما كيشتو. حيت كديروا النكهه مع الفلون كديروا داك الملون ابيض تيطلع لينا داك اللون مزيان وتيبينوا لينا. صافي هنا غادي نضيف عليهم هنايا 2 معالق كبار ديال كاوكاو محمر ولا اللوز ولا اي نوع مكسرات عندكم، غادي تضيفوه حتى هو، غادي تحركوه. وهنا غادي نضيفوا الدقيق اللي عندي، تيدخل لكم ما بين 300 غرام حتى 350 غرام ديال الدقيق، ونص ساشي ديال الخميرات الحلوه، ورشيشه ديال الملحه من طبيعه الحال. وغادي نغربلو هذاك الدقيق، ضروري نغربلوه في فوق من هذا الخليط هذا باش يعطينا النتيجه مزيانه. صافي هنا غادي نحاول كنخلط هذا الخليط مزيان تيدخل ليا داك الدقيق في وسط الخليط اللي عندي. انا بالنسبه للدقيق ما تضيفوش كله في دقه واحده، ضيفوا 2 كيسان اللي هما 300 غرام، ضيفوا كاس الاول وخلطوه، ضيفوا الكاس الثاني حتى تشوفوا يعني شحال دخل لكم، واش غادي يدخل لكم 2 كيسان ولا 2 كيسان وشويه. صافي هنا بعد ما دخلت الكميه ديال الدقيق اللي عندي غادي ندلك هذا العجين شي شويه باش هكا يمتزجوا لي المكونات كلهم مع بعضهم. انا العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف، تكون هكا يعني العجينه تكون سهله باش نشكلوها وتعطينا هكا طوع كيشتو. كتجي ساهله كنكوروها ونخدموا بها، كتجينا ساهله. انا تقريبا دخل لي 350 غرام اللي دخل لي ديال الدقيق. صافي هنا غادي نحاول هكا نشكل كرات من العجين تقريبا اللي بغيتو تعبروهم هكا بالميزان ديروا في كل وحده 26 غرام، يعني كافيه كتجي هكا غريبه صغيره وحلوه. صافي غادي نكور هاد الغريبه ديالي، وغادي نحاول هكا ندير ثقب في الوسط كيشتو هكا تشقق وتتزيد تتشقق لينا في الطياب ديالها. صافي غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه تنكمل الكميه كلها اللي عندي تاع العجين. هنا بالنسبه للطياب ديال الغريبه غادي تحط يعني تعلى الفران اللي يكون مسخن من قبل على 150 درجه، غتحطها واحد 7 ديال الدقائق من الفوق حتى تشقق لينا مزيان، وغادي تطفيو داك الفوق وتعلو لها من التحت واحد 13 دقيقه حتى تطيب لكم وكتشد راسها. ما درك حيت تخرجها من الفران كتكون باقيه سخونه، ما تقلبوها ما حتى شي حاجه حيت كتهرس كلها، كتكون يعني حساسه حتى كتبرد لكم. عاد تقدروا تحركوها على 13 دقيقه من التحت كافيه باش طيب، وديك 7 دقائق من الفوق تتشققها وكتجيب تعطيها كنتيجه مزيانه للغريبه، كتجي كلها مشققه وكتجي زوينه بزاف. وهنا بالنسبه لطابت لكم الغريبه وطلعت لكم ديك البلاصه ديك الحفره اللي صايبنا، ممكن تعاودوا حين تخرجوها تعاودوا تضغطوا عليها واحد شويه باش تخلي لكم بلاصه فين ديروا الحشوه. هنا بالنسبه للعماره درت لها انا واحد شويه ديال الكونفيتور ديال الفريز. الا ما عندكمش كونفيتور ديال الفريز ممكن ديروا كونفيتور ديال المشماش وزيدوا عليه النكهه ديال الفريز اللي خدمنا بها نيت الغريبه، كتعطيكم نتيجه زوينه بزاف. صافي غادي نعمر هاد الغريبه كلهم في هاد الحفرات اللي عندي كلهم غادي نعمرهم بالفريز. وهنا دوبت واحد شويه ديال الشوكولاط الابيض، وغادي نحاول هكا نزين به الغريبه من الفوق، وتنحاول هكا تنحركها باش تنزلوا دوك تضغط مزيان تينزلوا دوك، تعطيها ديك زويقه هكا من الجنيبات هكا تينزلوا هكا شي شويه بدوك الشقيقات اللي عندنا، كتعطيهم منظر هكا زوين.
صافي هنايا غادي نزين الغريبه ديالي بهذا الشوكولاط هذا اللي تيجي بهذا الشكل هذا. تيكون فيه اللوينات، خديت انا هذا اللوين هكا غوز باش يجي ليا زوين مع الغريبه. غادي نزين بها هكا الغريبه ديالتي، وزينتها كذلك بواحد شويه ديال الورد هكا مجفف، وزينتها كذلك بوريقات ديال الذهب. كتجي لذيذه بزاف بزاف. هاد الغريبه هادي صراحه في الحقيقه فاش سمعت انا غريبه تاع الفرج جاتني في شكل، ولكن صراحه صايبتها ودقتها صراحه شي حاجه تجي زوينه بزاف ومختلفه تماما على الغريبات اللي هما فين تنديرو. كتجي لذيذه بزاف بزاف. كيف شفتوها ما تاخذش منا وقت طويل، دغيا دغيا كنحضروها وكتعطينا نتيجه اللي زوينه بزاف ويعني راقيه وكذلك حتى في المذاق ديالها كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي في التعليق كيفاش جاتكم، وبغيت نشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى التعاليق ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.